تاني حاجة انتوا عاوزين تلغوا خيل وجمال. خيل وجمال دي من اول ما اتعملت الهرمة وهي فيها خيل وجمال. ناس شغالة، ناس بتسعى لاكل عيشها، ناس متعلمين. منهم انا واحد متعلم بس للاسف ما معيش رخصة. كان سني في الوقت ده ما يجيبش رخصة. فانا دلوقتي موقفنا ايه في اكتر من الرخص اللي محسوبة. انتوا بتقولوا 2000 وفي ناس بتقولك مش عارف 1000 وكام. احنا في اكتر من حوالي 3000 واحد متعلمين معانا شهادات مخلصين جيشنا ومش عارفين نجيب رخص بسبب ان الرخص ملغية. لازم حد من الاقارب ليك يتنازل لك. يعني انا عشان خاطر اخد رخصة اقعد ابويا من الشغل عشان خاطر انا اشتغل؟ طب ما هو انا دلوقتي عندي بيت ووالدي عنده بيت. طب احنا دلوقتي واحد يشتغل واحد يموت. فانتوا دلوقتي مش مدين لنا اذن بالرخص ان الناس متعلمه معاها شهادات يطلع لها رخص ان هي تشتغل وتبقى حاطين لنا سيستم بنمشي عليه ان احنا نكون يعني نكون في صوره جيده ليكم. بالعكس انتوا في حاجات انتوا مسيطرين يعني ناس وحشه جدا مبوظه صوره الهرم، مبوظه الصوره بتاعت العشوائيه، بتتعامل مع الناس بالعشوائيه بالهمجيه. انتوا الناس دي مش عارفين تحاسبوها وانتوا عارفينها. طب ما انتوا تاخدوا الوحش وتسيبوا الحلو، والناس اللي ما معهاش رخص تعملوا لها رخص، تحطوها في صوره جيده قدام الناس. احنا ناس متعلمين، ناس معانا لغات، ناس معانا شهادات. ليه انتوا حاسبيننا من ضمن الهمجيه دي؟ تاني حاجه انتوا يعني عاملين منظر وحش جدا قدام الزبون اكنك في موقف اتوبيس. يعني انت مش طالع رحله، انت طالع تتعذب، طالع تبهدل نفسك وتنزل. طب ليه؟ طب ما تحطوا لنا قرارات نمشي عليها، حطوا حاجات كويسه. والناس اللي معاش رخص شو نقوا المتعلمين الناس المحترمه وتحطوها معاكم. لكن انتوا دلوقتي عاوزين تلغوا اللي ما معاهمش رخص واللي معاهم رخص وكل حاجه وتبقى ده قطاع خاص. طب قطاع خاص ازاي والناس دي هتاكل وتشرب منين؟ انت بتتكلم في حوالي اكتر من حوالي 6 ولا 7000 اسره هتتشرد. وبالعكس انت بتبوظ منظومه السياحه. طب الناس دي تروح فين؟ حطوا لنا حل واحنا نمشي وراكم.